ثلاث ممثلين اختفت الحمد لله الجزء الثالث. رقم واحد يا جماعة، في ممثل كده ظهر في فترة يعني بعدين اختفى، كان اسمه خالد حمزاوي. خالد حمزاوي ده يا جدعان كان بيظهر بقى، فاكرين قناة ميلودي والحاجات دي؟ كان بيظهر، كان بيعمل مسابقات، بعد كده ظهر في كذا فيلم وبتاع ومش عارف ايه. والله يا جدعان الممثل ده تشوفه يعني تحس بحاجة غلط، انت بتفهمش اللي هو انت ممثل ولا انت ايه اللذاذة اللي انت فيها دي، فاهم؟ يعني هو واحد كده اللي هو تشوفه هو شايف نفسه عسل، هو مستحليها خالص يعني. كان بيظهر بيقفلني نفسي بتجزع، انت فاهم؟ ومقتنع ان هو وسيم وكل البنات بتحبه بقى ومش عارف ايه والكلام ده. والحمد لله بصراحه يعني ايه، من بعد فيلم سبوبه ما شفناهوش تاني. اما الممثل رقم اتنين بالنسبه لي هو برضه كان في فيلم سبوبه، وده كان خارج بترميم على فكره، وهو استاذ احمد هارون. احمد هارون كان نفس الفكره بس هو عمل اكتر بقى، يعني اشتغل اكتر. احمد هارون مشهور اكتر من خالد حمزاوي، بس برضه من الناس اللي كانت ايه اللي هو يا جماعه انا وسيم، انا حلو يعني. وبيبان جدا ده حتى لما تخش على الانستجرام بتاعه، ظهر لي كده دخلت اقلب عليه برضه لقيته واخد وضع اللي هو بصوا حلاوه. يعني عارف انت اللي هو يعني مش فاهم ليه بصراحه ممكن حد يعني يبيع بشيء زي ده، يعني انت فاهم الفكره. اما الممثل رقم ثلاثة اتمنى تكتبه لي انت في الكومنتات ونتناقش فيه سوا وبس كده. تابعني، بنزل محتوى عن التمثيل، وما تنساش اللايك. وسلام.